ابجريد رهيب لما تخيل من هاري ماغواير وجوني ايفنز لاعب ليني يورو. يعني مفاجاه هي في البدايه، كلنا كنا متوقعين انه سيذهب الى ريال مدريد. ريال مدريد اجتهد جدا في احضاره، عقد اجتماع مع خورخي مينديز مدير اعماله من شهر 6، ووضحوا بعد اصابه ميليتاو والابا انه يريدون مدافع، ولكن عرضوا 30 مليون وهو كان المبلغ الاجمالي لانه فاضل له سنه واحده فقط على عقده. ولكن مانشستر يونايتد لم يستسلم وعرض ضعف المبلغ تقريبا حوالي 65 مليون دولار لحضومه. عمل لجنه بقياده بنشاهد على الفيديو ريو فيرديناند المدافع الاسطوري، واجتهد جدا. وحتى بالامس اللاعب حتى الساعه 9 بالليل ركب الطائره من بروكسل الى مانشستر لم يكن مقتنع 100%. كان واضح انه يفضل ريال مدريد، ولكن تحت اشراف النادي ومانشستر يونايتد في النهايه اقتنع ووقع وسيكون متواجد. صفقة كبيرة، ليس سهلا أن تخطف لاعب من ريال مدريد لأي نادي في العالم. ريال مدريد متعود يعمل هاي الحركة. يخطف اللاعبين من كل الفرق. وجوده في الدوري الإنجليزي الممتاز مع إريك تين هاغ الذي عانى مع قلب دفاعه خلال تواجده تحديدا في الموسم الماضي مع مانشستر يونايتد. لاعب بهذه الجودة بهذا العمر، ما الذي سيضيف لطريقة لعب تين هاغ؟ أول شيء اللعيبة بطيئين كانوا في مانشستر يونايتد، فكان الفريق بيضطر يلعب متراجع لأنه ليس لديه السرعة للتراجع بسرعة، فسيستطيع أن يلعب بطريقته كما شاهدناه أكثر مع أياكس فيها اللعب بدفاع عالي. والحاجة الثانية هو جيد جدا في التمرير، يعني يجيد التمرير، خروج بالكرة بشكل كبير. أيضا في قراءة الهجمة، يعني يقطع الكرات برأسه، يعني يذكر كثيرا بفان دايك قلب دفاع ليفربول. فلاعب موهوب جدا، ربما منذ خروج ويليام سليبا من فرنسا لم يأتي لاعب بهذه الموهبة، بهذه البوتنشال الكبير جدا للمستقبل. فإضافة كبيرة جدا، يعني يبدو مانشستر يونايتد سيغير دفاعه بالكامل. دي ليخت أيضا مرشح وجراد من إيفرتون. أتوقع سنشاهد مانشستر بدفاع جديد، وخلاص لا حجة لتين هاغ. هذا هو موسم الحصاد، لابد أن يقدم بهذه الانتقالات الكبيرة موسم جيد.